قلت له كتير في التلفزيون ونادينا سنه ونص الامهات بتقول عايزه حق عايزه الحق. ساعه ما انتخبناه قلنا عايزين الحق، ما سالش فينا. انتخبوه، انا ما انتخبتوش علشان خاطر بقى عايزين الحق. انا انتخبت ونسي الحق. نسي ان اغلى حاجه في الدنيا هو دم ابني. نسي مع انه هو رئيس عاطفي، يعني دايما يقول قلبي والكلام اللي بيقعد يقوله ده، بس هو نسي يعني في وسط ان هو عاطفي وشاعري كده، نسي ان الامهات دي كلها ما نسيتش دم ولادها، وافتكر ان الامهات دي نامت ونسيت والكلام ده. فاحنا قررنا بكره ان كل الامهات من اول ام خالد سعيد، الولد اللي الدنيا كلها قامت له، اللي فجر الدنيا كلها، اللي خلى الناس كلها تعيط، لغايه ام جيكا. اول واحد اتقتل على ايدك يا دكتور مرسي، اول واحد قتلته علشان وقف قال فين حق اخواتي في محمد محمود. وبعدين واستمر القتل وراه والتعذيب، استمر التعذيب. يا دكتور مرسي، انت بدل راجل عاطفي وشاعري كده، ازاي انت بتأمر ان يمسكوا ولد زي الجندي يفضلوا يضربوا فيه لغايه لما يعذبوه، لغايه لما يموتوه؟ دي اوامرك، دي اوامر من عندك، مع ان انا قبليها ترجيتك ما تموتش الولاد، ما تموتهمش، والظاهر كل حاجه بالعكس. حصل انت كنت معايا وحذرتي تحذير شديد. وبتخلف. انت كنت معايا يا مدام وفاء وحذرتي تحذير شديد. بأمانة ايه؟ انت في 2010 وقفت قلت الارهابي بريز والكلام الصهيوني والكلام على بريز. بعديها لما بقيت رئيس قلت صديقي الوفي، قلت عليهم اليهود القردة والخنازير. بعديها قالوا لك اعتذر، والظاهر ان انت اعتذرت للشعب الاسرائيلي، انما تقصد في الشعب المصري. طب انتوا ناويين تعملوا ايه بكره يا مدام وفاء؟ كل ده يعني ده عهدنا بيك، بتوعد المصريين وتخلف. طب انت مدام وفاء رضا السلطه، مدام وفاء امريكا علشان تبقى في السلطه، مدام وفاء، وكل وعودك راحت. دي حاجه يعني. بص يا طب لما انت عارفه يا مدام وفاء ان وعوده مش دقيقه، رايحين ليه بكره؟ احنا رايحين بكره تحديدا علشان انت صلي يا دكتور مرسي الجمعه، ماشي؟ واحنا هنقف ندعي، ومش ندعي من منطلق ضعف، احنا بندعي من منطلق قوه، ونقول لك قبل ما ندعي في بعد صلاه الجمعه امشي ارحل، مش عايزينك، انت نظامك ما نفعناش، ما عملتش فيه اي حاجه، كل حاجه طلعت غاليه عندك. طب هل نزولة بكره يا مدام وفاء، هل نزولة بكره تتعارض مع النزول يوم 30 يونيو ولا ده حاجه ثانيه انتوا نازلين؟ لا نهائي، ده احنا زي يا استاذ محمود، زي احنا بنديله، يعني احنا بنسخن ل 30 يونيو، بنوري له ان الامهات دي ما نامتش، ما نسيتش، ومش في حد ينسى ابنه، في حد ينسى دم ابنه اللي ملا الشوارع، في حد ينسى ابنه اللي مات من التعذيب. طيب يا مدام وفاء، طيب يا مدام وفاء، ربنا معاكم واحنا كلنا معاكم، واحنا مش قادرين نجيب لكم حقكم لان مش في ايدينا السلطه ولا في ايدينا السلطه التنفيذيه، لكن ان شاء الله ربنا كبير، ربنا كبير قوي 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 قوي. يعني من كان لله